اذكر الله وصلى على سيدنا النبي. اوبل كورسا فيها مشكله في النور بتاع الطابلون، يعني نور الطابلون ده المفروض انا انور الطابلون كده، ده كده منور اهو، المفتاح منور اهو، انا بشاور عليه اهو، المفتاح ده منور اهو تمام. الطابلون نفسه مش منور، مفيش اي اضاءه في الطابلون الا نور العداد. تطفي النور تفتح النور اهو، يعني مفيش اي حاجه، ولا حتى اللي يقول لي التايمر اهو، النور هنا اهو، التايمر اهو بوطيه وبعليه، مفيش اي حاجه اهو اهو، اوطي او اعلي اهو، بوطي اهو الدرجه وبعليها اهو، النور برده مفصول. لمبات الطابلون سليمه. المشكله بقى فين؟ المشكله في البي سي ام ده، واحنا بفضل الله هنعمله يعني ان شاء الله. مشكله في البي سي ام ده، واحنا ان شاء الله بفضل ربنا هنعمله. اذكر الله وصلى على سيدنا النبي. احنا كده بالصلاه على النبي في المعمل اهو، اذكر الله وصلى على سيدنا النبي. بنحل المشكله بتاعت الايه؟ بتاعت النور بتاع الطابلون. بس كده نحل المشاكل بتاعت نور الطابلون. بص الطابلون متفور ازاي؟ احنا بفضل الله ما عندناش مستحيل، طالما في دماغ شغاله مش واخده ازاله خلاص. اذكر الله وصلى على سيدنا النبي. الصلاة على جمال النبي. النور نور اهو. بص احنا فكين البورده بتاع الطابلون ازاي، مفورين الطابلون حته حته عشان نشغل النور الصغير اهو اهو. اذكر الله وصلى على سيدنا النبي. بص اوبل كورسا سي اهو. اذكر الله واحد الله، لا عارف يعمل زينا هنقول له يا عمنا. نور الطابلون نور اهو واشتغل اهو بفضل الله، وما غيرناش البي سي ام. بيقول لك الفرخه هز الديله عشان الديك مش عارف يغازلها. اذكر الله وصلى على النبي. نور الطابلون بالصلاه على النبي اهو، النور بتاع الطابلون اهو اهو شغال نور الطابلون بالصلاه على النبي، ولا غيرنا بي سي ام ولا عملنا حاجه، عملنا تعديل بسيط كده. تمام يا باشا.